تقييم لاعب الأهلي المصري بعد الفوز على الهلال السوداني في ختام دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وأقيمت مباراة الأهلي ضد الهلال مساء اليوم السبت الأول من أبريل 2023 على ملعب القاهرة الدولي في حضور 50,000 مشجع بالجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية، وانتصر الأحمر ب3 أهداف دون رد. وحسم الأهلي تأهله لربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على شقيقه السوداني. ووصل الأحمر إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف ماميلودي صندونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة، وبنفس رصيد الفريق السوداني صاحب المركز الثالث. وتفوق وصيف النسخة الماضية على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد. وحصل البديل حسين الشحات على أعلى تقييم في المباراة بعد الثنائية التي سجلها في شباك الفريق الهلالي ب8.9. وخاض الشحات 28 دقيقة ضد الهلال، وسدد تسديدتين على المرمى وأحرز هدفان، وصنع فرصة وحيدة، مراوغة واحدة صحيحة. تقييم لاعب الأهلي بعد الفوز على الهلال: حراسة المرمى محمد الشناوي 7.2، خط الدفاع علي معلول 6.8، عبد المنعم 6.9، رامي ربيعة 7.7، محمد هاني 6.9. خط الوسط الدفاعي مروان عطية 8.2، عمرو السولية 7. خط الوسط الهجومي أحمد عبد القادر 6.9، أفشة 7.1، بيرسي تاو 7.9. خط الهجوم محمود كهربا 7.3. مقاعد البدلاء: محمد شريف 6.7، حسين الشحات 8.9، حمدي فتحي 6.5.